وعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسوريا عام 2025. والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعلق بعد زيارة وفد دبلوماسي أوكراني رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق، بداية من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي وعد فيها بتحقيق الاستقرار في سوريا عام 2025 والعمل على إنشاء منطقة خالية من الإرهاب. وقال أردوغان في رسالة مصورة بمناسبة العام الجديد إن بلاده ستقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في سوريا والازدهار الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أردوغان أن أنقرة ستتخذ خطوات حاسمة في الفترة المقبلة لتحقيق رؤيتها بشأن تركيا ومنطقة خالية من الإرهاب وفقا لوكالة الأناضول. وأمس قال نائب الرئيس التركي جودة يلماز إن إعادة الهيكلة في سوريا وتهيئة البيئة المناسبة ستسهم في عودة السوريين وتطوير علاقة تجارية جديدة بين أنقرة ودمشق. وأضاف يلماز خلال فعالية اقتصادية أقيمت في ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا أن تركيا ترحب بالتطورات الجارية في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد. وكان القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق الدكتور برهان كوروغلو قد قال في وقت سابق: رفع العلم التركي في سفارتنا بدمشق يحمل رمزية مهمة لنقول للعالم إننا نعترف بالنظام الجديد في سوريا فور إسقاط النظام السوري، مشيرا إلى أن المؤسسات الرسمية والمدنية التركية ستتحرك سريعا للمساعدة في إعادة إعمار سوريا. وأصدر أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق توجيهات واضحة لجميع الوزراء بالاستجابة للإدارة السورية الجديدة التي طلبت دعما مباشرا في عدد من الملفات. وبدأت تركيا استعداداتها للمساعدة في طباعة الوثائق الرسمية للسوريين مثل الهويات وجوازات السفر ورخص القيادة بناء على طلب الإدارة السورية الجديدة. وتشمل الخطط التركية اعتماد نظام مشابه للوثائق الذكية المستخدمة في تركيا التي تعتمد على الشرائح الإلكترونية لتلبية احتياجات المواطنين السوريين. كما تعمل تركيا أيضا على وضع خطة لاعتماد نظام تأشيرات للدخول والخروج بين سوريا وتركيا بعد استقرار الأوضاع في سوريا. ويتوقع أن يسهم هذا النظام في تنظيم الحركة بين البلدين بشكل أفضل بعد انتهاء مرحلة الحماية المؤقتة. ويجري حاليا بحث خيارات جديدة للتعامل مع السوريين الذين سيستمرون في الإقامة داخل تركيا بعد إلغاء وضع الحماية المؤقتة. كما أعلنت أيضا عدد من الوزارات التركية مثل وزارة النقل التركية ووزارة الزراعة المساعدة في إعادة تأهيل مطارات سوريا، بالإضافة أيضا لخطة عمل زراعية بدعم من تركيا للسوريين. كما أن سوريا استقبلت خلال الأيام الماضية وفودا من بعض الوزارات التركية، وعلى سبيل المثال وزارة الكهرباء التركية، حيث استقبل وزير الكهرباء السوري في حكومة تصريف الأعمال عمر شقروق وفدا تركيا. وخلال اللقاءات استعرض مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء عمر بريجاوي واقع عمل محطات التوليد، موضحا الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل المحطات وإعادة تأهيل مجموعات التوليد وضرورة إجراء صيانة وتأمين القطع التبديلية اللازمة، وكذلك حاجة هذه المحطات من المشتقات النفطية. من جانبه أكد الوفد التركي استعداد بلاده للمساعدة في تأمين الطاقة الكهربائية لسوريا بأسرع وقت ممكن وفق ما نقلت وسائل إعلام. كما أبدت شركات تركية استعدادها لتوريد الكهرباء إلى سوريا بعد سقوط النظام السابق ودخول الإدارة الجديدة في محادثات مع الحكومة التركية بخصوص توريد الطاقة. وقالت شركة كارا باورشيب المالكة لأسطول من محطات الطاقة العائمة إنها واحدة من العديد من البدائل التي يجري تقييمها لتوفير الكهرباء لسوريا. وقال مصدر في الشركة التركية ردا على سؤال عما إذا كانت الشركة تشارك في محادثات إمدادات الطاقة إلى سوريا، رد وقال: يجري تقييم العديد من البدائل لإنتاج الطاقة ونحن أحد البدائل. وتجدر الإشارة هنا بالإضافة إلى توفير الكهرباء من الشبكة التقليدية بين تركيا وسوريا، فإن تركيا لديها أيضا خيار استخدام السفن التي تحمل محطات طاقة عائمة والمعروفة باسم السفن الكهربائية. وتنتج شركة كاراباورشيب التابعة لمجموعة كارادينيز القابضة الكهرباء لما لا يقل عن 12 دولة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية
من خلال سفنها الراسية في موانئ هذه الدول. من جانبه وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قال أن تركيا مستعدة لتزويد سوريا بالكهرباء، مشيرا إلى أن فريقا من المسؤولين الحكوميين موجود بشكل دائم بالفعل في دمشق للعمل على كيفية حل مشاكل الطاقة هناك. أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن زيارة وفد رفيع المستوى من بلاده إلى دمشق تمثل خطوة هامة نحو بناء علاقات قوية ومتينة مع سوريا الجديدة. وتوجه الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس بالشكر إلى فريق وزارة الخارجية ووزارة الزراعة على زيارة دمشق والاجتماع مع الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، وأضاف: يمكننا المساهمة في استقرار سوريا بعد سنوات من التدخل الروسي، وهذا ما سيساعدنا على استعادة السلام لأنفسنا. سوريا ما بعد الأسد ستحترم القانون الدولي. وشدد زيلينسكي على أن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وتجديد التعاون الاقتصادي سيمثلان خطوة صحيحة، وزاد: نعول على سوريا ما بعد الأسد في احترام القانون الدولي على نحو لم يكن الأسد قادرا أو راغبا في احترامه، فهو لم يكن مستقلا ولا صاحب سيادة، ولم يدرك ببساطة معنى احترام شعبه أو المجتمع الدولي. إذن ما الذي جرى في دمشق؟ أمس التقى وفد رسمي أوكراني برئاسة وزير الخارجية مع القائد العام في الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق. وناقش وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها مجموعة من الملفات المشتركة مع القيادة السورية الجديدة، وذلك في أول زيارة لوفد أوكراني عقب سقوط نظام الأسد. وقال سيبيها إن كييف تنتظر من الإدارة السورية الجديدة دعم وحدة أراضي بلاده وسيادتها لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأشار إلى أن أوكرانيا أرسلت الأسبوع الماضي 500 طن من الدقيق إلى سوريا، مؤكدا استعداد كييف لإرسال المزيد من المساعدات في قادم الأيام. وأكد وزير الخارجية الأوكراني على أن الدعم الأوكراني المقدم لسوريا مجانا. بدوره أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الإدارة السورية الجديدة تعتزم إقامة شراكة استراتيجية بين سوريا وأوكرانيا على كافة الأصعدة. كما أضاف الشيباني على أن سوريا ترحب بجميع الوفود العربية والأجنبية، وتبدأ اليوم بنسج علاقات جديدة ووصل الماضي بالحاضر، وتطوي صفحة طويلة قديمة من القطيعة التي كانت على أيام النظام السابق. انتهت إضاءتنا أخوتي المستمعين على الخبرين. طبعا نحن لم نضع كل التصريحات، كانت هناك أيضا تصريحات مختلفة من الوفد الأوكراني. فوزير الخارجية الأوكراني تطرق إلى الاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية، ووجه أيضا خطابا معاديا تجاه روسيا كما تعودنا من المسؤولين الأوكرانيين. لكن وزير الخارجية السوري نوعا ما في رده أو في المؤتمر الصحفي كان متوازنا قدر الإمكان في تصريحاته. إلى هنا انتهت إضاءتنا. أدعوكم للاشتراك في القناة والانضمام إلى قناتنا في تيليجرام، كما يمكنكم دعم المحتوى من خلال تعليقات السوبر شات أو الانتساب في القناة، أو من داخل سوريا من خلال سيريا تيل كاش أو MTN كاش. أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.